السلام عليكم، يعطيكم العافية ورمضان كريم. وصفتنا لليوم السمبوسكي الهندية. راح نحضرها بطريقتها الأصلية مع صوص الشتني الخاص فيها. في البداية خلونا نبلش نحضر للصوص. عندي هون كوب كامل من أوراق النعناع، بضيف له كوب كامل من الكزبرة الخضراء المفرومة، وسن واحدة من الثوم، عصير ليمونة، فلفل أخضر حار، معلقة صغيرة من الملح، وكوب كامل من لبن الزبادي. بخلط جميع المقادير مع بعضها، وهيك الصوص عندي صار جاهز، تقدروا تطحنوه بشكل أنعم. للعجينة بدي 3 كاسات من الطحين، معلقة كبيرة من حب البركة، نص معلقة كبيرة من الكمون الحاب، معلقة صغيرة من الملح. هلا بخلط المقادير الجافة مع بعضها، بضيف لها ربع كوب من زيت الذرة. هلا بفرك الطحين والزيت مع بعض لحتى يختفي عندي الزيت بالكامل. الزيت عندي هون اختفى والطحين تشرب، وهلا بضيف له كوب كامل من المية. أنا هون ما بكتر سوائل لأني بدي عجينة قوامها يكون يابس. العجينة صارت عندي هون جاهزة، هلا بغلفها بخليها ترتاح مدة ساعة كاملة. خلال هذا الوقت بنحضر للحشوة. لتحضير الحشوة بدي كمية من زيت الذرة. أول ما يحمى عندي الزيت بنزل عليه كمية من البصل مفرومة فرمة ناعمة مع رشة صغيرة من الملح. لما تدبل عندي البصلة بنزل عليها معجون الثوم والزنجبيل والفلفل الأخضر الحار، بقلبهم مع بعض لمدة دقيقتين. وهلا بضيف لهم كوب كامل من البزالة المثلجة. بقلب البزالة مع باقي المكونات على نار هادية لمدة 5 دقايق. البزالة عندي هون صارت جاهزة. هلا بضيف لها شطة الحارة المجروشة، ومعلقة كبيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الجافة. بقلب جميع المقادير مع بعضها، وهيك البازيلا عندي صارت جاهزة. أنا نقلت الحشوة هنا لصينية أكبر، وهلا بنزل عليها كمية من البطاطا اللي سلقتها وهرستها هرسة خشنة. هلا بقلب البطاطا مع البازيلا وتتبيلة كاملة. التقليب هنا بكون من تحت لفوق لحتى نحافظ على قوام البازيلا إنها تضلها ثابتة. وهيك الحشوة عندي صارت جاهز. هلا بنقلها على صحن نظيف، وإن شاء الله المقادير كاملة بنزلكم إياها بصندوق الوصف. وأول ما تبرد عندي الحشوة بنزل عليها كمية من الكزبرة الخضراء المفرومة. هلا بقلبهم مع بعض، وهيك الحشوة عندي صارت جاهزة. وعندي هون العجينة بعد ما ارتاحت لمدة ساعة كاملة. هلا بقطعها من النص بهذا الشكل، والقسم اللي ما بدنا نشتغل فيه بغلفه لحتى ما ينشف. القسم اللي بدي أشتغل فيه بعمله على شكل رول بهذا الشكل، وهلا بقطعه لقطع متساوية. وهلا بعملهم على شكل دوائر صغيرة، بلفهم بالشكل هاد. وأهم شي تكون الأحجام متساوية وطريقة اللف تكون مظبوطة. الكمية كاملة صارت جاهزة. هلا بغلفها لحتى ما تنشف. ولفرد العجينة بنرش سطح العمل بكمية من الطحين. بنغلف العجينة بالطحين على الوجهين وبنفردها بشكل دائري بسمك نص سنتي. والكمية طبعا بنعملها كاملة بنفس الطريقة. وهلا بنبلش بالتشكيل. بنقطع العجينة من النص بهذا الشكل، بنرطب الأطراف كمية بسيطة من المية، بنثني الأطراف الخارجية من جهة القطع للداخل، وبنجمعها مع بعضها وبنسكرها كثير كويس، وصار عندنا هون شكل قمع أو شكل جيب. وهلا بنحط فيها كمية منيحة من الحشوة. طبعا السمبوسك هاي بتختلف عن باقي الأنواع بطريقة التسكير. هلا الجهة اللي تنيناها من البداية بنرجع نثنيها مرة تانية، بنجمعها مع الطرف الخلفي لحبة السمبوسك، وهيك بنكون شكلنا القاعدة. والكمية كاملة بنعملها بنفس الطريقة. وهاي نوعية من العجين أبدا ما بتشرب زيت وقت القلي. بنقدر نفرزها بعد ما نحشيها ونطلعها من الفريزر قبل القلي ب5 دقايق، وبنقليها بزيت غزير وحامي ونار متوسطة. الكمية كاملة عندي هون صارت جاهزة. هلا بنبلش بالقلي. للقلي بدي زيت غزير وحامي ونار متوسطة. مثل ما قلت لكم هاي النوع من السمبوسك عجينتها أبدا ما بتشرب زيت. طبعا مدة القلي هون تقريبا بتاخد 5 دقايق. الدفعة الأولى عندي صارت جاهزة. هلا بشيلها من الزيت، بحطها على فاين المطبخ لحتى نقدمها.
هون الكمية صارت جاهزة وقدّمنا بالشكل الحلو هاد مع صوص الشتني الخاص فيها، بجد وصفة رائعة كتير طيبة ومتأكدة إنها رح تعجبكم. هون العجينة معاي بعد القلي كيف مليانة فقاعات هوائية والعجينة بتقرش، وهذا النوع من السمبوسك طيبة سخنة وطيبة باردة، حتى بعد ما تبرد بتضلها تقرش. مع صوص الشتني طعمها بياخد العقل. شوفوا هون كيف العجينة خفيفة ورقيقة عنا، وهي الوصفة المضبوطة للسمبوسك الهندية، وإن شاء الله إنها رح تعجبكم. ألف صحة وهنا.